في هذا الفيديو سنقدم حل فروض أولمبياد رياضيات ثالثة إعدادي. إذن السؤال الأول، كان المطلوب أن نحسب هذا التعبير، وهو تمرين بسيط جدا بتطبيق خاصية الجذور المربعة. كل ما سوف نطبق هنا هي خاصية جذر أ مضروبة في جذر ب تساوي جذر أ ب. نحسب هذا التعبير. أولا ندخله في الجذر كبير، نقوم بنشر هذا الجداء. من بعد ذلك نحصل على هذا التعبير، جذر 2 مضروبة في جذر 2 ناقص جذر 3 مضروبة في جذر 4 زائد 12. نطبق مرة أخرى هذه العلاقة، فنحصل على 4 ناقص جذر 12 مضروب في 4 زائد جذر 12. نقوم بمرة أخرى بتطبيق العلاقة حتى نجد أن التعبير يساوي 2. في التمرين الثاني كان بسيط جدا أيضا. لدينا 2025 تساوي هذا التعبير ب 2025 تساوي هذا التعبير، ومطلوب أن نجد قيمة هذا المجموع. إذا هنا لو قمنا بعمل الجداء، هذا جداء ب أس 2025 في أ أس 2025 سنجد يساوي 1، يعني أن أ تساوي 1 على ب. وإذا نقوم بتعويض في هذا المجموع أ ب1 على ب، فنحصل على ب زائد مقسوم على 1 على 1 زائد ب زائد هذا التعبير يساوي ب زائد 1 على ب زائد 1 يساوي 1. إذا هذا التعبير يساوي 1. في التمرين الثالث حول الهندسة أيضا هو تطبيق تمرين بسيط جدا، نقوم بالتطبيق مباشر مباراة طاليس مباشرة. لدينا أي توازي سيكا توازي بي جي، ومطلوب أن نبرهن أن 1 على أي يساوي 1 على بي جي زائد 1 على سيكا. لدينا في المثلث د سيكا لدينا هذين مستقيمين متوازيان. إذا حسب طاليس مباشرة لدينا أي مقسومة على سيكا تساوي ب على بي سي. نفس الشيء في هذا المثلث الأخرى، سنطبق طاليس مباشرة في هذا المثلث بي جي سي. لدينا أي توازي بي جي، يعني أن أي مقسومة على بي جي تساوي سي أ مقسومة على بي سي. نقوم بجمع هذين المتساويتين طرف بطرف فنحصل على أي. نقوم بالتعميل بأي لدينا هنا وهنا، عامل 1 على سيكا زائد 1 على بي جي تساوي هذا التعبير. وبما أن بي أ زائد سي أ، بي أ زائد سي أ هي نفسها بي سي، إذا بي سي على بي سي تساوي 1. إذا 1 على أي تساوي 1 على سيكا زائد 1 على بي جي. لدينا في المعطيات أن نضع 5 نقاط في مربع طول ضلعه 1، والمطلوب أن نبين أن توجد نقطتان على المسافة بينهما أصغر أو تساوي جذر 2 على 2. إذا لدينا مربع طول ضلعه 1، نقوم بتقسيم هذا المربع على 2، يعني طول هذا الضلع المربع الصغير هو 1 على 2. إذا نقوم بتوزيع 5 نقاط في هذه المربعات الصغيرة، يعني أن ضروري ستكون نقطتان أو أكثر في أحد هذه المربعات، لأن 5 نقاط. نفترض أن النقطة أحد هذه النقاط توجد هنا في أ، والنقطة الأخرى في ب. إذا لدينا أ بسمبل قائمة الزاوية، بتطبيق فيثاغورس نجد أن هذه المسافة أ ب مربع تساوي ب سي مربع زائد أ سي مربع، يعني أن توجد نقطتان على الأقل المسافة بينهما تساوي جذر 2 على 2، وهذا هو المطلوب من هذا التمرين.